السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتساعدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كلاص مذاق القهوه. كلاص الكابوتشينو كيجي زوين بزاف، كيجي خطير في المذاق، والقوام ديالو كيجي كريمي، ما كيجيناش مثلج هكا من الداخل. بعض الاضافات اللي غادي نضيفوا ليه ان شاء الله اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم باذن الله. وكيف العاده اخواتي ما تبخلوش عليا كيف ما انا ما كنبخلش عليكم بوصفاتي. بزر لايك وبالاشتراك لمازال ما مشتركينش، وجزاكم الله خيرا. اول حاجه غادي نبدا بها بسم الله على بركه الله. غنبدا معكم هنا. غادي ندخل في هذا الفيديو الوصفه ديال الحليب المركز المحلى اللي غندير فيها 4 كاس ديال العنبه ديال الماء، ونصف كاس اولا 30 غرام ديال بودره الحليب المجفف، نصف كاس اولا 75 غرام ديال سكر خشن، وغادي نضيف في الاخير ملعقه صغيره مملوءه جيدا ديال الزبده. صافي غادي ندير كل شيء في اما في هكا الكاس ديالكم ديال الخلاط اولا غير ميكسور بحال اللي استعملت، والماء يكون طايب يعني مخرج السبوله، يكون غليان. نضيفوه في هذه الوصفه هذه الوصفه ديال الحليب المركز المحلى، فهي سهله واقتصاديه وكنحتاجوها هكا في بزاف ديال الوصفات. فهذه اسرع وصفه للحليب المركز المحلى وكتعطينا نتيجه رائعه، كيجي بحالو بحال اللي كيتباع، ما كاينش فرق. ان شاء الله اكيد غادي تجربوها غادي تعجبكم وغتولي معتمده عندكم. انا عطيتكم وصفه اللي قليله، تقدروا تضاعفوا الكميه. بالنسبه لي انا غنحتاج غير هاد الكميه هذه في الكلاص. صافي راه درتو في الثلاجه حتى برد، ودرتو في الثلاجه خليته بات. انا حضرته في الليل وبات حتى الغدا عاد وجدت الكلاص ديالي. شفتوا القوام ديالو من بعد ما خرجته من الثلاجه راه كيجي ما شاء الله رائع، كيجي القوام ديالو عقد وزوين. مهم الا بغيتو تضاعفوا الكميه ليكم الاختيار. فانا في هذه الوصفه غادي نحتاج غير هذه الكميه بالضبط. صافي خليته رجعته عفوا للثلاجه، وغادي ندوز باش غادي نحضر اول حاجه الكابوتشينو. غادي نحتاج كذلك في هذه الكميه هذه ديال الكلاص غنحتاج غير نص كاس من الحاجه، نص كاس ديال القهوه سريعه الذوبان، نص كاس ديال السكر خشن، نص كاس ديال الماء يكون عادي بحراره الغرفه اولا من الصنبور عادي، المهم يكون لا بارد لا سخون. صافي كندير كلشي في واحد الاناء، ومن الاحسن يكون شويه غارق باش كيطلع لكم دغيا وكذلك ما كيبقاش يطير مع الجناب. تنجيب الطراب ديالي كنخدموه مزيان مزيان هكا، تنبقاو نضربو فيه بحال كنضربو الكريمه حتى كيطلع. غتشوفوا كيفاش غادي يبقى غادي وكيطلع. كيجي زوين صراحه. هاد الاضافه ديال الكابوتشينو في الكلاص كتجي رائعه، جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. صافي هنا ما ننساش الجوانب وانا كنخدم فيه، كان باش هكا ما كنخلي حتى شي حاجه اللي ما مخدوماش مزيان. كنطربوا الكابوتشينو ديالنا حتى كيوقف على هذا الشكل هذا، كيولي هكا تيشكل لينا داك المنقار في الكريمه. صافي وكيكون واجد. كذلك غادي نغطيه وغندخلو للثلاجه وغندوز باش نحضر الكريمه. بالنسبه للكاس اللي استعملت راه كاس العنبه بطبيعه الحال. وغادي ندوز باش نحضر الكريمه ديالي اللي كنت دايراها من قبل في المجمد. والكاس كذلك ديال الحليب دخلته المجمد برد مزيان باش كطلع لينا الكريمه دغيا. درت كاس ونص ديال العنبه ديال الحليب، ودرت علبه ديال الكريم شونتي، بودره الكريم شونتي. صافي وكنخدم الكريمه ديالي عادي، راه كطلع لينا دغيا غير بحال هكا. ملي تشريوها تجيبوها تدخلوها في المجمد، يعني ماشي مشكل تبقى في المجمد. فملي كتحتاجوها كتلقاوها بارده، الا كانت ما بارداش راه ما غاديش تطلع لكم، ضروري تكون بارده مزيان. صافي كنخدم الكريمه ديالي وما نخدمهاش حتى كتوقف. غتشوفوا معايا القوام ديالي فاش غتشوفوا القوام كيفاش غادي نخليها. هنا قبل ما نخدمها خدمتها غير واحد شويه. في هذه المرحله هذه غادي نضيف هذاك الحليب المركز المحلى اللي صايبت، جبدته من الثلاجه وضفتو ديريكت. صافي كنزيد كنخدم شويه ديك الكريمه كتنسجم مع داك الحليب المركز.
كيف شفتوا كيفاش خليتها، راه خليتها كريميه، ما كنضربوش حتى كتوقف لينا تولي هكا، تولي قاصحه شاده في راسها بزاف. كنخليوها هكا كريميه، كتسيح معنا شويه، ماشي تسيح كاع جاريه، المهم كتشوفوا راه باين القوام ديالها كيفاش داير. صافي ديتها وجبتها شويه هكا نكون زقلت شويه هكا داك الحال المركز لتحت. ودابا كنضيف الكابوتشينو اللي خدمت معكم. وهنا في هذه المرحله ما غنستعملش الطراب، غادي نستعملو غير سباتيلا. كنخدمو هكا بحال كنخدمو الجينواز، كنطلعو غير بشويه، راني غنسرع الفيديو باش ما كنهبطوش هذيك القوام ديال الكريمه مع الكابوتشينو، كيبقاو لينا هكا تيبقى داك الفوليم ديالهم طالع. هنا كنوريكم راه خليته واحد شويه باش نوجد بيه قهيوه، كتجي رائعه بصراحه. صافي هنا درت الاضافه الاخيره اختياريه، درت شوكولاته خاصه بالاكل من الافضل باش كيجينا المذاق زوين. قطعت واحد الكميه وضفتها في هذاك الخليط ديال الكلاص. تقدروا تضيفوا بيبي شوكولا اللي عندكم. وهنا جبت المول ديالي، هذا المول هذا صراحه ما عبرتوش ولكن راه متوسط، يمكن شي 22 سنتيم هكاك. هنا راني جبت السيليكون ديالي غتشوفوا من بعد راني ما غاديش نزين بهم. درت هكا اللي بغى يزين، المهم هاد الطريقه هذه تجيبوا المول ديالكم اي شكل بغيتو وكديروا فيه هكا وحيدات ومن بعد كتزينوا بهم. انا درتهم وصيبتهم ودرتهم في المجمد، غير انا درتهم في مجمد ديال الثلاجه، والكلاص الكبير درته في مجمد عندي صغير. فمنين جيت حطيت الكلاص وخليت حتى اخر حاجه غادي نحطها هما دوك الصغيورين، فاش جيت نقلب لقيتهم ما جمدوش بحال الاخر، يعني دغيا طلقوا شويه. صافي استغنيت عليهم وخليتهم، يعني المجمد عندي صغير كيجمد مزيان على المجمد ديال الثلاجه، هذا علاش ما ضفتهمش في الاخر. صافي المول ديالي كيف شفتوا راني مغشياه بالبابي سولوفان ودرت ليه واحد القاعده من التحت وهكا باش كيسهل لينا نهزوه ونحطوه في مجمد. وغادي نغطي عليه بطبيعه الحال باش ما ياخذش لينا ديك الريحه ديال دوك الاشياء اللي كتكون عندنا في الفريكو. وغادي نخليه يبات ليله كامله وعاد غادي نحطوه ان شاء الله. صافي من بعد الغدا ان شاء الله منين بغينا هكا ناكلوه، صافي كنجبدو راه كنلقاه جامد مزيان ناضي. صافي حيت لي هذاك السلوفان بكل سهوله كيتحيدو، قدمته في الصحن اللي غادي نقدم فيه. وضفت التزيين اختياري باش ما عندكم داكشي اللي عندكم زينوا به، شويه ديال الشوكولات الخاص بالاكل، نجرتو هكا بديك الموس ديال الجزر وزينت به زدت ليه شويه ديال الخطوط ديال الشوكولاته ديال الدهن وخطوط كذلك ديال الكراميل، صوص كراميل اللي حضرت معكم في الفيديو السابق قبل من هذا، غادي نحط لكم الرابط ديالو في اسفل الفيديو. وهنا كيكون سالا الفيديو ديالي، راه الكلاص كيجي رائع، غير جربوه على ضمانتي ان شاء الله غادي يعجبكم. كيجي الصراحه ما تشبعوش منه، كيجي لذيذ بزاف، كيجي خطير المذاق ديالو. وما تنسونيش من التعات ديالكم ولايكات لي الفيديو وقليب ولا ايموجي هكا في كومنتير، والى فيديو قادم ان شاء الله.